أول حاجة هتلاحظها لما تشوف ضحكة النهاردة التصبغات الشديدة في الأسنان، وكمان رسمة اللثة ولونها الغير طبيعي واللي مبينة الأسنان كأنها مربعة، ده غير تسوسات الأسنان وضعفها. بس ده كله ما يمنعش إن الضحكة دي تقدر تتحول لضحكة جميلة ومتناسقة، وده بالظبط اللي عملناه بعد ما حددنا المشاكل. بدأنا بإننا نظبط البرواز بتاع الضحكة، اللثة. عملنا علاج للثة وقص لثة بالليزر علشان نرسمها بشكلها الطبيعي، وده كمان هيساعدنا علشان الأسنان ما تظهرش مربع. وكمان عالجنا تسوسات الأسنان وعملنا التركيبات. في الفك اللي تحت عملنا فينيرز، في الفك اللي فوق عملنا فينيرز على أسنان، وأسنان تانية كانت ضعيفة أو فيها كسور فعملنا عليها كراونز علشان نحميها. ودي كانت حكاية ضحكة النهاردة. استنونا في حكاية جديدة وضحكة جديدة.